الحلقة الرابعة من بسمة عمل. لما تكون انت البيزنس مفيش بديل عنك. في نوع من الناس مش بينام، مش لانه مش عايز، لان عقله مش بيسكت. واحد من الناس دي هو صاحب البيزنس. كل يوم عنده سؤال: هي الفلوس هتكفي؟ العميل ده هيدفع؟ سد المرتبات اخر الشهر قد امتى؟ الموظف ده هيكمل؟ انا بعمل اللي عليا ولا ماشي غلط؟ هل انا واخد بالي ولا في حاجات ممكن احسنها؟ خليني احكي لك النهارده عن ياسين. ياسين ده شاب طموح جدا، فتح مشروع صغير، كافيه في شارع جانبي. كان بيشتغل من 8 الصبح لحد 1 بعد نص الليل. هو بنفسه بيشيل الكراسي وبينظف، يروح يشتري الطلبات ويدير الموظفين ويحل مشاكل الزباين. كل ده هو بيضحك. بس في يوم لقيته قاعد في الكافيه بعد ما قفل لوحده، عينه فاضيه كده وفيها دمع وكانه صعبان عليه نفسه. بقول له: مالك؟ قال لي: حاسس انا مش صاحب مشروع، انا عبد في مشروع. قلت له: عارف امتى صاحب البيزنس بيتحول لعبد؟ لما ينسى ان اهم اصول في المشروع هو نفسه، لما يشتغل للناس اكثر ما بيشتغل على النظام، ويجري على التفاصيل وينسى يراجع البوصله بتاعه المشروع بتاعه. عشان كده لو انت صاحب بيزنس وبتجري طول الوقت، اياك تنسى توقف وتسأل: هو انا ماشي على خطه ولا انا بطفي الحرايق اللي بتظهر من كل الاقسام او الناس اللي شغاله معايا؟ لو المشروع شغال بس انت بتنهار، يبقى في حاجه غلط، لان البيزنس ممكن يتعالج لكن انت وقعت محدش يشيل مكانك. النهارده النصيحه خاصه ساعه في الاسبوع، مش للشغل لكن لمراجعه الشغل. ايه اللي بيستنزفك؟ ايه اللي ممكن يتفوض؟ ايه الحاجه اللي كل مره بتعملها بنفسك مع ان غيرك يقدر يشيلها؟ انت مش لازم تعمل كل حاجه، انت لازم تخلي البيزنس يشتغل من غير ما يحرقك. وسؤالي ليك النهارده بس سؤال تريكي وفكر فيه قبل ما تجاوب: لو اختفيت اسبوع، هل شغلك هيقع ولا في نظام هيكملك؟ جاوب بصراحه عشان تقدر تبني بيزنس يبنيك مش يستهلكك. اشوفكم على خير في الحلقه الجايه من بسمة عمل.